عمرك سألت نفسك يا صديقي ليه في ناس بتوصل للحاجات اللي بتتمناها والحاجات اللي هي عاوزاها، عكس ناس تانية بتفضل طول حياتها تقول انا نفسي اعمل كذا ونفسي اجيب كذا ونفسي اشتري كذا وفي الاخر ما بتوصلش لاي حاجة؟ المشكلة مش دايما ان الشخص مش قادر، اوقات كتيرة بيكون الشخص خايف يبدأ او مستني الوقت المناسب. كل ما بيفكر يبدأ بيكسل ويقول انا هبدأ بكرة. بس خليني اقول لك حاجة، ان مفيش يا صديقي وقت مثالي هتبدأ فيه. ولو عندك هدف ونفسك توصل له فالفيديو ده ليك. انا مصطفى محمود واهلا بيك في قناة مستزون. اول حاجه يا صديقي لازم تعملها علشان توصل لهدفك انك تحدد انت عاوز ايه بالظبط او حابب توصل لايه. يعني ما تقوليش يا مصطفى انا عاوز انجح. طب عاوز تنجح في ايه؟ عاوز شغل احسن، ولا عاوز تسافر، ولا عاوز تعمل مشروع وتنجح، ولا في هدفك خطه وعايز توصل لها، ولا عاوز تطور من نفسك وتطور من حياتك؟ لازم تكون عارف انت رايح فين، لانك لو مش عارف انت عايز توصل لفين وايه هدفك هتفضل تلف كتير وفي الاخر مش هتوصل لاي حاجه. كل اللي انا عاوزه منك انك تقعد مع نفسك شويه وتفكر وتقول هو انا عاوز ايه فعلا، وايه الحاجه اللي لو عملتها احس ان انا قدمت شيء كويس في حياتي. ولما تعرف الاجابه ابدا. تاني حاجة يا صديقي، ما تخليش الهدف يخوفك. يعني بعد ما تحدد هدفك ما تبصش للهدف كله مرة واحدة، لأن ساعات لما بنبص للحاجة اللي نفسنا نوصل لها بنحس إنها كبيرة جدا علينا والدنيا بتقفل في وشك وتقول هو أنا هقدر أعمل كل ده إزاي؟ لكن الحقيقة إن أي حاجة كبيرة بدأت بحاجة صغيرة. يعني مثال، لو أنت حابب إنك تتعلم لغة ما تقولش أنا عاوز أكون محترف في خلال شهر، لا أنت ممكن تبدأ في اليوم ب 8 دقايق ب 10 دقايق، تاني يوم تزود بقوا 15 دقيقة، تالت يوم بقوا بتلت ساعة. استمر على كده طول الشهر وأنا أوعدك إن مستواك هيتحسن واللغه بتاعتك والنطق هيبقوا احسن وهتحس بالفرق فعلا. لو نفسك تبدا مشروع ما تبداش مشروع كبير، اول حاجه خطط وافهم وتعلم. لو نفسك تغير حياتك ما تغيرش كله مره واحده، غير حاجه واحده بعد كده غير حاجه تانية. المهم يا صديقي انك تتحرك حتى لو بخطوه صغيره. طول ما في عزيمه وطول ما في اراده وطول ما في استمراريه دايما هيكون في تقدم. انا مش عايزك تيأس من اي حاجه. تالت حاجة يا صديقي وهي ما تقارنش نفسك بالناس. انت تعرف ان دي اكبر حاجة ممكن توقفك عن حلمك وما توصلش. يعني مثلا ما تشوفش واحد معاه فلوس تقعد تقول انا معيش، تشوف واحد ناجح تقول انا ما وصلتش، شفت واحد سافر وربنا كرمه وعمل حاجة تقول انا حياتي متدمرة وحياتي بايظة وما عملتش اي حاجة. بس انت مش عارف هو مر بايه ولا ايه العقبات اللي وقفت في حياته، وهل فشل كم مره، ولما فشل عمل ايه، حاول يعدل من نفسه وحاول يحاول مره واثنين وثلاثه عشان يوصل لحلمه. وانت عارف ان ربنا ما بيضيعش مجهود حد، طالما شايفك بتسعى وبتجتهد عمره ما هيضيع مجهودك وربنا هيكرمك دايما. انت شايف وباصص على النتيجه بس، فعلشان كده مش عايزك تقارن البدايه بتاعتك بنهايه ناس تانية، عايزك تقارن نفسك بنفسك. عايزك لما تقارن وتبص للسنه اللي فاتت تشوف انت كنت ايه السنه اللي فاتت ودلوقتي بقت ايه. هل اتعلمت حاجه جديده؟ هل عملت حاجه بدات توصلك لحلمك ولا لا؟ لما تعرف الاجابه، لو اجابتك ايوه او اجابتك لا، هي دي اللي هتحدد. لان لو اجابتك ايوه فانت كده ماشي على الطريق الصح. ما تحبطش نفسك وما تقعدش تحط نفسك في مقارنات. رابع حاجة يا صديقي هو الكسل والخمول. خليني اقول لك حاجة يمكن انت عارفها بس محتاج تفتكرها. مش كل يوم هتصحى هيكون عندك حماس، في بعض الايام هتقوم من النوم حاسس ان عندك حماس وعاوز تعمل كل حاجة، عكس يوم تاني هتقوم ما عندكش حماس وقرفان وشايل هموم الدنيا ومش عاوز تعمل اي حاجة. وهنا يا صديقي الفرق الحقيقي، لان انت لو مستني الحماس علشان تبدأ فانت هتستنى وقت كتير جدا. فنصيحتي ليك اعمل الحاجة حتى لو ما عندكش حماس، اعملها لو مش هتعملها بافضل شكل. عارف لو هتعملها نص ساعة بس بدل ساعتين احسن من ان انت تكسل. ده لان الاستمرار اهم من انك تكون مثالي. يعني مثلا ما تقولش انا ضيعت شهر خلاص مش هكمل، ضيعت شهر كمل، ضيعت اسبوع كمل، وقعت قوم، فشلت اتعلم. المهم ما تخليش غلطة صغيرة او شوية كسل يبعدوك عن هدفك وعن حلمك، وما تحكمش على نفسك علشان شوية كسل. خامس حاجة يا صديقي هي ما تستناش الظروف المثالية. يعني ما تستناش ان كل حاجة في حياتك تبقى كويسة علشان تبدأ. ممكن تقول لما يكون معايا فلوس هبدأ، ولما الاقي الوقت هبدأ، ولما الظروف تتحسن هبدأ، ولما احس ان وقتي فاضي وان انا مستعد هبدأ. ومع العلم يا صديقي انت لو فضلت مستني كل ده اقسم بالله ما هتعمل اي حاجة. بس الحقيقة يا صديقي ان الظروف عمرها ما هتبقى كاملة. ابدأ بالامكانيات اللي عندك دلوقتي حتى لو صغيرة، ابدأ حتى لو مش جاهز، ابدأ اتعلم. ولو خايف جمد قلبك وخد الخطوة في حياتك، لان انت لو فضلت قاعد مستني اليوم المثالي ممكن اليوم ده ما يوصلش. وفي النهاية انا مش هقولك ان طريقك هيبقى سهل، ومش هقولك ان انت لو بدأت النهارده بكره حياتك هتتغير. بس خليني اقول لك حاجه واحده، لو عندك حلم ما تفضلش طول عمرك تتفرج عليه وتقول يا ريت. ابدأ حتى لو البدايه صغيره، اتعب واغلط واتعلم وارجع تاني بس ما تقفش. لان ممكن الخطوه اللي انت شايفها صغيره النهارده هي اللي تقربك من الحياه اللي كان نفسك تعيشها.
ولو عندك هدف ونفسك توصل له ابدأ من النهارده مش بكره. بس هقول لك معلومه صغيره قبل ما ننهي الفيديو، لو الفرصه ما جاتلكش حاول تصنعها بنفسك. كده يا صديقي يبقى انتهى الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو ما تبخلش عليا بلايك، ولو انت اول مره تتفرج علينا وعلى قناه موستازون ما تنساش تعمل اشتراك تحت وفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بالفيديو الجديد، واشوفك في ملخص جديد. سلام.